ازيكم احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي القناه بتمنى منك انك تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تبخلوش عليا بلايك وشير. تمام. وما تنسوش تشتركوا في قناتي التانية اكلات صيامي مع كوكي، بنزل فيها وصفات صيامي بس. هتخشي فيها هتلاقي كل حاجه عايزاها، اكلات صيامي وحلويات ومعجنات، كل حاجه هتلاقيها فيها. يلا نعمل كده معجنات مع بعض النهارده، بسيطه وسهله جدا. موجودة حاجاتها في كل بيت. لو موجودة عندك الحاجات دي يلا بقى كده تشطري قومي اعملي شوية معجنات تنفعك في الفطار او تنفعك في العشاء. طبعا بنحتار كل يوم في الصيام هنفطر ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه. ان شاء الله هعملكم كل يوم وصفة جديدة هتعجبكم. هنبتديها النهارده من المعجنات وان شاء الله على خير. تعالوا اعملوا لايك للفيديو وتعالوا نشوف المقادير مع بعض ايه. مبدئيا كده معايا كيلو ونص من الدقيق، معايا معلقتين كبار من النشا، معايا رشة من الملح، معايا معلقتين كبار من السمسم، معايا كيس من البيكنج باودر. لو هتعملي كيلو حطي معلقه، هتحطي كيلو ونص هحطي ايه الكيس كله. معايا كوبايه من السكر. تمام، دي المكونات اللي هي الجاف. معايا بقى خميره بيره، لو تستبدليها بفوريه مشكله حطي او باكت ونص. تمام، حطيت كده شويه من ميه تدفيه خميره كويس وهسيبها ايه على جنب شويه. هسيبها كده تدوب على جنب. تمام. هنزل كده بكوبايه ونص من الزيت. انا هنا حطيت كوبايه وهقلب كويس وبعد كده هرجع احط نص كوبايه. افرك كده هنا كويس قوي من ايديا. بالشكل ده كده. كيلو دي بياخد كوبايه زيت، بس انا عشان عامله كيلو ونص فحطيت ايه كوبايه كبيره ونص. تمام، عيرت كده نص كوبايه تانية. وهلم بقى ايه افرك العجينه كويس قوي مع بعض. تمام، اهي بالشكل ده. هحط عليها بقى ايه الخميره بعد ما سبتها اختمرت شويه. طبعا بعجن بميه دافيه، ما ينفعش ولا ميه من الحنفيه ولا ميه سخنه قوي. هلم بقى العجينه كده كويس وهحط ميه، ولو احتجت ميه بحط تاني، مش بحط كتير عشان العجينه ايه، في انواع دي بتشرب سوائل، في انواع دي لا. فانتي بحط شويه بشويه كده وبعد كده ايه احتاج التاني بديها. ماما، هذه الترميم كده حبايبي لميت العجينه كده كويس زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هسيبها بقى تختمر كده في مكان دافي لمده ساعه، ساعه ونص. يعني الجو شتا دلوقتي فايه هتسيبيها تختمر شويه حلوين. تمام. بقول لكم هنا ان انا مستخدمتش ازازه الميه كلها، لا سبت منها ايه شويه كده. حبايبي سبتها بعد ما اختمرت بالشكل دوت. هبتدي بقى اللي انا ايه اقطعها معاكم، بس عايزه اوريكم برضو الاختبار بتاعها بعد ما بتختمر. تمام، هاتي كده العجينه وحطي صبعك فيها ايه. العجينه ما هبطتش معايا ولا الخرم يعني ايه لما على بعضه، لا العجينه كده كويسه قوي معايا. تمام، هبتدي ان انا اكورها كده كور متوسطه، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. اهي هكور كله بنفس الطريقه دي كده.
انا سبتها في حدود ساعة ونص، وبعد ما قطعتها سبتها وانا بكورها كده سبتها ربع ساعة، وكمان سبتها حوالي 10 دقايق في الصينية بعد ايه ما بعد ما قطعتها وشكلتها. كل ما تسيبي الحاجة تختمر هيبقى احسن ليكي، وهتاخدي ايه نتيجة افضل يعني. على قد ما تقدري تسيبي الحاجة تتخمر وتسيبيها ايه تبقى براحتها. كده شكلت كل البركة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. هغطي عليها واسيبها ايه ربع ساعة. كده يا حبيبي انا كده معايا العجوة كورتها بالشكل ده كده، ومعايا هنا معلقتين كبار من عسل العسل الاسود، ومعايا حوالي معلقة لمعلقتين من المية. تمام. هحط كده فيها العسل، دي اللي هدهن بيها وش العجين عشان يديني اللون الذهبي اللي احنا ايه زي ما نشتريه من المحلات من بره. طبعا انا مش هحط عليها بيض ولا اي حاجه، انا هستكفي بس ايه بالعسل يديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هقلب كده كويس قوي مع بعض عشان العسل يفك. تمام كده. كمان هدهن وشها بالسمسم وحبه البركه. تعالوا مع بعض بقى ايه نشكل العجين. التشكيل ده بتاعك انت زي ما تحبي تعمليه اعملي، انا هديكي كذا فكره واللي انت حباها ايه اشتغلي بيها. يا ريت بقى لو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك عشان انتوا بتنسوا اللايكات. تمام. حطيت كده فردت كده العجوه فيها، هبتدي ان انا المها كده على بعض اهي بالشكل ده كده. وهفرد فيها كويس لان انا لسه هتخش الفرن فهتخمر ومش عايزاها تتنفش قوي معايا. تمام. ففردتها. جبت كده القطعه بتاعت البيتزا وعملت كده شرايح زي ما انتوا شايفين. التشكيل ده بتاعك انتي اي حاجه بقى عايزه تعمليها براحتك اهي بالشكل ده. هشيلها بقى واحطها في الصينيه. انا الصينيه مش دهنها اي حاجه يعني، استكفيت بس بالزيت اللي انا حطيته في العجينه. هبططها كده كويس. ودي كمان القطاعه بتاعه البطاطس جبتها وعملت فيها الشكل اللي هو الزجزاج دوت. عملت بيها شكل كده ادتني برضو ايه شكل حلو في التسويق. طبعا كل ده انا باخد بالواحده واحده كده ومغطيه العجينه عشان وشها ايه ما يقشرش. هلم العجينه كده على بعض بالشكل ده. قطعت كده وشها زي من الشكل ده برضو بنشتريه بالافران من بره ايه بيبقى حلو قوي برضو. كمان هعمل لكم الشكل ده حلو قوي برضو بنشتريه زي الافران. فردتها كده شويه وهبتدي ان انا ايه اقطعها كده شرايح زي ما انتم شايفين من النص وانتي طالعه لبره. فردت كده حته من العجوه هبتدي الفها زي الرول كده اهي بالشكل. سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه اهي بالشكل دوت. تمام. احطها برضو في الصينيه ونعمل شكل كمان.
كمان عندي هنا الهراسة بتاعة البطاطس، اديتها يعني ايه ضغطة كده صغيرة، ادتني برضو شكل حلو فيها. هعمل معاكم شكل كمان برضو. جبت برضو القطعة بتاعة البيتزا وعملت كده شرايح يمين وشمال بالشكل ده. هبتدي بقى اخد دي الطبقة دي على الطبقة دي، الطبقة دي على الطبقة دي، برضو دي من الاشكال الحلوة اللي احنا بنشتريها من الافران من بره. وفي الاخر لميت العجينة من الطرف ده ومن الطرف دوت. تمام اهو. كل الكلام ده هحطه بقى في الصينية واوريكم ايه. انا تقريبا هشتغل كل العجين اللي باقي بنفس الطريقة. جبت بقى العسل بالمية اللي احنا عملناه مع بعض، ويلا بقى نبتدي ان احنا نمسح كده وش البركة بالشكل ده كده. طبعا مشغله الفرن من قبلها، يعني من ساعه ما ابتديت اللي انا اقطع، شغلته من فوق ومن تحت. هحط صينيه فوق وصينيه تحت، وهبدل ايه لما يستوي يعني. حطيت كمان شويه سمسم وشويه حبه البركه كده على الوش من فوق، يدوني طعم حلو فيها. هدخل بقى الفرن ولما يخرج هوريكم. اهي كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. تمام. واخده لون ذهبي حلو قوي ومستويه من فوق ومن تحت، وطعم مش عايزه اقول لكم والريحه حلوه جدا. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي. ما تنسوش تشتركوا في القناه التانية اكلات صيامي مع كوكي، هتلاقي فيها كل حاجه اكلات صيامي من طقطقه لسلام عليكم زي ما بيقول. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.